الأهلي يفاجئ جراديشار قرار مثير بشأن اللاعب في يناير. اقترب جراديشار مهاجم النادي الأهلي من الانتقال إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في إطار سعي اللاعب للحصول على فرصة مشاركة أكبر خلال النصف الثاني من الموسم. ووصلت المفاوضات بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا شهدت تقدما ملحوظا خلال الساعات الماضية، حيث يسعى النادي الأحمر لإعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا لمدة 6 أشهر مع تضمين العقد بند أحقية الشراء لصالح الأخير بنهاية فترة الإعارة. وبحسب الاتفاق المنتظر سيتحمل النادي الأهلي جزء كبير من راتب اللاعب خلال فترة إعارته لتسهيل إتمام الصفقة، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في دعم اللاعب فنيا ومنحه فرصة استعادة مستواه. مفاجأة في مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي. كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة ومفاجأة في مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي. وقال الغندور خلال برنامجه استاد المحور: اللاعب يرغب في الحصول على مقابل مادي يتجاوز 25 مليون جنيه في الموسم الواحد بخلاف عوائد الإعلانات، ويرفض وضع بند يربط قيمة عقده بنسبة المشاركة، بينما تمسك الأهلي بعرضه الذي يصل إلى 25 مليون جنيه شامل الإعلانات. وأضاف الغندور أن الخلاف يمتد أيضا إلى مدة التعاقد، حيث يسعى الشحات للتجديد لمدة موسمين مع إمكانية إضافة موسم ثالث بموافقة الطرفين، بينما تصر إدارة الأهلي على التجديد لموسم واحد فقط مع وجود موسم إضافي اختياري. وأشار الغندور إلى أن الشحات يفكر في حال تمسك الأهلي بعرضه الحالي في الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم مع التجديد لموسمين من أجل الاستفادة ماليا من أي عرض خارجي محتمل. صفقات الأهلي الجديدة تنتظر رحيل الثنائي الأجنبي بقرار من المدير الفني. بدأت إدارة التعاقدات في النادي الأهلي بقيادة أسامة هلال تنفيذ خطة رحيل ثنائي أجنبي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل ضم ثنائي أجنبي جديد في الميركاتو الشتوي. وعلم الوطن سبورت أن إدارة الكرة في النادي الأهلي كلفت أسامة هلال مدير إدارة التعاقدات في النادي الأهلي بتنفيذ خطة رحيل الثنائي الأجنبي المغربي أشرف داري والسلوفاني جراديشار لحسم صفقات الشتاء، بعد التنسيق بين إدارة الكرة في القلعة الحمراء والمدير الفني للنادي الأهلي. ويحاول مدير التعاقدات في النادي الأهلي تسويق داري وجراديشار خلال الفترة الحالية، إذا يعمل أسامة هلال على إقناع المهاجم السلوفاني بقبول عرض خارجي سواء إعارة أو بيع نهائي من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي في آخر يناير. كما توصل مع أشرف داري من أجل تسويق أيضا في ميركاتو الشتوي كي يتمكن المارد الأحمر من إفساح الطريق للتعاقد مع ظهير أيسر في الانتقالات المقبلة. طلب المدير الفني التعاقد مع لاعبين بمركز المهاجم والظهير الأيسر تحديدا.